كتبتوا الذهب في القايمه؟ والله هو ضحك عليا وكتب اكتر بكتير كمان. كتب كام؟ كتب 100 جرام. طيب وطلبت مؤخر كام؟ 300,000 جرامات؟ تطلبي قد ايه؟ يعني 70 جرام. 70 جرام؟ مرتبط ولا سنجل؟ خاطب. طب جبت دهب بكام؟ 30,000. 30,000؟ طب لو هي كانت طلبت ذهب اكتر من ال 30,000 وانت مديرتك 30 كنت هتعمل ايه؟ لو ما قدرت ان انا اجيب اكتر من 30 كنت هجيب، لو مش مقدرتي هي في ايديها القرار. لو هي عايزاني وبنت اصول وما يهمهاش كل ده، انا كده كده ممكن اكتبه واكتب الجرامات الباقيه في القايمه. تمام. طب انت كتبت الذهب في القايمه كتبته فلوس ولا جرامات؟ لا جرامات، الحاجه المتعارف عليها في القاهره وفي كل حته تقريبا في مصر اصول احنا بنكتب جرامات. وكتبت مؤخر كام؟ كتبت مؤخر 60,000. 60,000؟ تمام. مرتبطه ولا سنجل؟ لا مخطوبه. مخطوبه؟ طب طلبت دهب بكام؟ ب 60,000. الظاهر كده ان احنا ما عرفناش نربي. اشمعنى 60,000؟ ده قليل جدا اصلا عندها في العيله. ايوه بس مش شايفه ان 60,000 ده كتير على الشباب؟ مش كتير ولا حاجه، احنا سلوا عيلتنا كده. سلوا عليكم كده؟ ده انا حتى متخانقه مع اهلي عشان خاطر انا طالبه ب 60 وهم عايزين يطلبوا ب 90 وب 80. امركم غريب ايها المصريون، تؤمنون باشياء غريبه. طب لو بتحبي واحد مثلا وما قدرتوا يجيب دهب ب 30 ب 20 هتعملي ايه معاه؟ لا اهلي مش هيرضوا، وانا ما عاديش اهلي عشان خاطر بس اللي ملوش خير في اهله مش هيكون له خير في حد. اللهم قوي ايمانك. طب تمام. كتبت الدهب في القايمه؟ كتبتيه فلوس ولا جرامات؟ لا جرامات. اشمعنى جرامات؟ ما اعرفش، هو برضه سلعتنا كده. سلوا عليكم كده؟ انتوا عايزين ميزانيه دول. طيب وطلبت مؤخر كام؟ 300,000. ليه؟ ليه ايه؟ كتير قوي. بنت خالتي احسن مني. طلبت كام؟ هي طلبت 400. 400؟ ده انا على الاقل كويس ان انا طلبت 300. انتوا عايزين رجل اعمال سارع عربي. ده احسن حاجه. ايوه عليه العوض. مرتبط ولا سنجل؟ سنجل. سنجل. طب لو هتيجي تخطب هتجيب دهب بكام؟ 10 جرام يا 15 جرام. اشمعنى من 10 ل 15؟ ده الرينج اللي ماشي في الخطوبه عندنا. ده الرينج اللي ماشي في الخطوبه. تمام. طب لو هتجيب الذهب هتكتبه في القايمه ولا مش هتكتبه؟ لا نكتبه في القايمه. طب هتكتبه جرامات ولا فلوس؟ جرامات. العرف عندنا كده. العرف عندكم كده. طب هتكتب مؤخر كام؟ المؤخر من 20 ل 30,000. من 20 ل 30,000. عرف برضه عندنا. ده العرف كده عندنا. لو انت بتتقدم دلوقتي لواحده وطلبت اكتر من اللي انت في مقدرتك، يعني طلبت مثلا ب 50,000 جنيه، على حسب المؤهل بتاعها عندنا. هي معاها ايه وكده بنجيب لها على قد على قد مثلا هي في كليه ايه و الحاله الاجتماعيه برضو بتاعتها. على حسب البيت برضو اللي انت داخله. يعني ده عرف عندكم في البلد كلها؟ طب بلدك ايه؟ احنا المنيا. اجدع ناس. يعني المنيا كلها ولا حسب كل بيت مقدرته؟ على حسب بقى كل بيت وكل يعني وكل عريس قادر هو يجيب ايه. تمام. اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات هتجيبوا دهب بكام؟ مرتبط ولا سنجل؟ سنجل. طب لما تيجي تخطب هتجيب دهب بكام؟ حوالي ب 30,000 مثلا. اشمعنى 30؟ على حسب عاداتنا وتقاليدنا في الصعيد. ايه بقى العادات اللي عندكم في الصعيد والتقاليد بتاعتكم؟ مثلا لو على حسب ما انت هتناسب مثلا مثلا بتناسب واحده لو كليه بتجيب مثلا دهب عالي، يعني مثلا 120,000 120 جرام دهب. فاهم؟ غير اللي ياخد دبلوم الحاجات دي. يعني حسب المؤهل بتاعها انتوا بتحددوا الدهب؟ طب بتكتبوهم في القايمه ولا ما بتكتبوهمش؟ نكتبهم في القايمه على حسب ما مثلا متفقوا الاهل. حلو. جرامات بقى ولا فلوس؟ لا جرامات. جرامات. كله بيكتب عندكم جرامات. جرامات. تمام. طب والمؤخر هتكتبه كام؟ مثلا 20,000 او 10,000. على حسب برضه النسب اللي انت هتناسب. بالاتفاق مع العيلتين. تمام. شكرا جدا. شكرا ليك. حضرتك متجوز بقالك قد ايه؟ 9 سنين. 9 سنين. جبت دهب بكام؟ على ايام انا الذهب كان مش عارف ب 140 جنيه تقريبا الجرام. حلو قوي ده. كنت جايب ب 3000 او 3000 ونص يعني. ده مغرق الدنيا دهب. الدنيا كانت جميله في الوقت ده. كنت مغرق الدنيا دهب. طب حضرتك بتكتبوا الذهب في القايمه جرامات ولا فلوس؟ بص حصل مشكله ساعتها. بس انا كتبته فلوس في الاخر. كتبته فلوس؟ كانوا عايزين هم اكيد يكتبوه ايه؟ جرامات. ده معروفه طبعا. طب والمؤخر ساعتها كان كام؟ والله انا كنت دافع اكتر مؤخر وقتها كان 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ كان اتخن حد بيدفع 10,000 جنيه. ده في الوقت ده كان حاجه حلوه. يعني كان رقم كويس. مالي هدومك كده انت دافع 10,000 جنيه فلوس. محدش قدك في الوقت ده. طبعا. شكرا جدا حبيبي يا ريس. مرتبط ولا سنجل؟ لا الجماعه. طب لما جيت تتقدم لها بقى جبت ده بكام؟ يعني ده الكلام ده كان من 7 سنين كان 10,000. 10,000. كان الجرام بكام ساعتها؟ كان حوالي 300 جنيه. انت خربت الدنيا بقى كده كنت مدلع الدنيا. طب كتبتوا الذهب في القايمه؟
والله هو ضحك عليا وكتب اكتر بكتير حماية. كتب كام؟ كتب 100 جرام. 100 جرام دهب؟ اه والله. ليه كده؟ ساعدوا الشباب. ربنا يهد المفتاح يا شيخ. عايز يضمن حق بنته، انت عارف يعني مش هتضحك عليهم. ربنا يخليكم لبعض يا رب. كتبتوا بقى مؤخر كام؟ كتبنا 10000 مؤخر. حلو. طب ضحك عليك بعديها وزود بقى الحاجه اللي جابت. الحاجه كل اللي جبتوها كتبتوها في كل اللي جابت كتبها. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ربنا يبارك لك. الله يبارك. لما اتخطبتي جبتي دهب بكام؟ تقريبا ب1000 ونص تقريبا. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. ساعتها الجرام عامل كام؟ يمكن 30 جنيه الجرام؟ لا ده بالريال، معلش اصل انا كنت بره هنا. في مصر كان بكام؟ في مصر يمكن كان ب50 او حاجه و50. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ 50 جنيه. طب كتبتوا الذهب في القايمه ولا لا؟ لا مش فاكر، تقريبا كتبناه اكيد. طب كتبتوه فلوس ولا جرامات؟ لا فلوس. والمؤخر كان كام؟ المؤخر كان تقريبا 20,000 باين او حاجه زي كده. 20,000؟ حرام حرام ان شاء الله. ما من زمان قوي. من زمان قوي، كان حاجه كويسه جدا. صح؟ ايوه. شكرا جدا. العفو، ميرسي، شكرا. مرتبطه ولا سنجل؟ لا سنجل. طب لما حد يجي يتقدم لك هتطلبي دهب كام؟ جرامات ولا فلوس؟ بقى وفلوس بقى، انتوا بقى حسب سلوى قالت. لا جرامات. جرامات؟ تطلبي قد ايه؟ يعني 70 جرام. 70 جرام؟ ده خبر اسود على الجبروت بتاع الستات. 70 جرام دهب؟ ايوه اعمل ايه؟ طب هتجيبيه في القايمه ولا لا؟ يعني ايه قايمه؟ في القايمه بتاعتك. مش عارفه. لا عارفه؟ هو الحاج هو هيبقى فاهم يعني. الحاج هو اللي هيقول. طب لو انت طلبتي مثلا فلوس معينه وهو مش مقدرته ان هو يجيب الرقم ده، هل هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ هوافق طبعا. هتوافقي؟ هتوافق عشان بتحبيه؟ جيب اللي معاه. تمام. بس جدع.